أهلا بحضراتكم في قناة شوف اللي حصل. مجموعة من الترندات القوية هنجيب منها أهم ما حصل في الأيام اللي فاتت وشغل السوشيال ميديا كلها. خليكم معايا ونشوف أهم الأخبار وأهم الترندات. أول خبر معانا، فاكرين عبد الرحمن اللي كان عامل ياسمين؟ الخبر بيقول قضت محكمة جنح بلبيس بالشرقية بالسجن 5 سنوات للطالب عبد الرحمن 18 سنة وشهرته ياسمين المتهم بانتحال صفة أنثى. والله ده أقل واجب، يعني 5 سنين دي أقل واجب، مش مكسوف من نفسك يا. ونخش على الخبر اللي بعده، بيج ياسمين بإطلالة مثيرة للجدل في أحد الظهور لها. يعني لا انت اللي محصلة ست ولا انت اللي محصلة راجل، يوم ما الدنيا تقوم ويبتدوا يمسكوا في الناس اللي هم بيصيروا الجدل، تحطي باروكة وتعملي وترجع تاني واحدة ست، ويوم ما الدنيا تهدى ترجع تاني لشكلك الغريب ده. إذا كنت انت ولا عبد الرحمن اللي كان الخبر اللي قبله عامل واحدة ست، انتوا من علامات الساعة، وربنا يرحمنا برحمته من الأشكال اللي زيكم بصراحة. اللي بعد، الخبر اللي بعديه عن الأستاذ اللي كان مكسر النيش لمراته لأنها رفضت تدي طبق لأمه، طلبت منها طبق من النيش تاكل فيه. لو عاوزين تشوفوا الفيديو وهو بيكسر النيش، أنا عاملة حلقة عن الموضوع ده في القناة، حلقة جامدة يعني اتفرجوا عليها. بس رأيي الشخصي إن هو ما نصفكيش ولا حاجة يا حاج. هي بتقول ابني حبيبي نصفني وكسر لها النيش وأنا فرحانة بيه وعرفت أربي وربنا ما يحرمني منك وكل الكلام ده. لا، ابنك لو عايز ينصفك صحيح كان جابلك حاجة من جيبه، كان جابلك طقم بحاله من جيبه، مش يكسر النيش اللي حماه جايب. أنا بصراحة مش شايفة البنت غلط، من حقها إنها تقول أيوة ولا يا لا، ده حاجتها وهي حرة فيها، وأبوها اللي جايب النيش، مش أنت اللي بتقول إحنا جايبينه ودافعين في دم قلبنا. الخبر اللي بعده ده بقى يضحك يعني. مرشحة في مجلس الشعب زارت ستات عشان تاخد برأيهم يعني وتاخد أصواتهم وكده، ففي بنت في ست فيهم بصراحة جريئة جدا. الست بتقول لها أنا جوزي أرزقي على باب الله، نعيش منين في الغلا ده؟ راحت المرشحة قالت لها احنا جايين هنا مش عشان نحل مشاكل الدولة، احنا جايين نرصف لكم شارع، نعمل لكم مدرسة، بس ده آخرنا. بصراحة أنا شفت الفيديو، الستات كانت في منتهى الجراءة، بتتكلم بحرية وبتتكلم فاهمين وعارفين، مش زي زمان، الناس الضغط ما بقيش زي زمان، عارفين اللي ليهم واللي عليهم، من حقهم يسأل. اللي بعده، الخبر اللي بعده، نقيب الفلاحين قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية. لا تعليق عشان ده عندك، هو بصراحة يعني كلام يحترم، بس يعني احنا حياتنا مش مستاهلة يعني حد تاني زيادة، هو كفاية جو اللي حوالينا. اللي بعد، الخبر اللي معانا بيقول لك طريقة جديدة لخطف البنات. واحد يخلي أي بنت معدية لوحديها يخطفها، يفضل يشد فيها ويضرب فيها، ولما الناس تحوش يقول لهم بنتي وبربيها ومحدش ليه دعوة، والبنت مهما تصوت تقول مش أبويا محدش بيسمع لها. الموضوع ده نزل واحد على الصفحة بتاعته، ده يعني تم القبض على اللي في الصورة ده، وأخلوا سبيله إنه طلع فعلا أبو البنت، وتم القبض على صاحب الصفحة لأنه بينشر كلام فيك وأخبار فيك. ندخل بقى على أخبار الفنانين، كم خبر كده حلوين. الفنان صبري فواز لما الناس انتقدت لبس بنته قال بنتي تلبس اللي هي عايزاه، ده عيلة في تالتة إعدادي عقول مريضة. طيب يا فنان يا محترم، وبنتك بنت محترمة، دي لبس بنت في تالتة إعدادي، بعد كده هتبقى عاملة كيف؟ واللي هيقول ما لكمش دعوة، طب حضرتك ما تفرضش الشكل ده علينا. لما مش عايز حد يتكلم خلاص انت ده حقك، من حقنا احنا بقى ننتقد لما نشوف حاجة زي كده ونقول رأينا. يعني دي بعد كده هتبقى لابسة كيف وعاملة كيف، مش عايز حد ينتقد، ما تعملوش الحاجة اللي تخلي الناس تنتقد. اللي بعده، الخبر اللي بعده، الفنانة دينا والتصريح جريء جدا، لو جالي دور فيه قبلة هفضل أحمد العوضي هو اللي يبوسني. ما شاء الله. طيب هو من حقك يا فنانة، طبعا من حقك تختاري الإنسان، هيبقى ذنوب يعني على حد ما لا شكل ولا منظر. أحمد العوضي طبعا يستاهل إن أنت تاخدي عليه ذنوب قد كده، ومن حقك تختار، حقك يا فنان. تاني خبر من أخبار الفنانين، صورة تجمع منة شلبي بجوزها، فرحانة لها جدا والله العظيم بصراحة، يعني هي فنانة جميلة وتستاهل كل خير، وعقبال ما عز الدين إن شاء الله يعني.
ألف مبروك يا فنانة. اللي يعرف جوزها واسمه يكتب لنا في التعليقات عشان أنا معرفوش. تالت خبر معانا من أخبار الفنانين. الفنانة إلهام شاهين ترد على منتقدي فستانها. يا جماعة في إيه؟ طرف الفستان بيطير غصب عني، وبعدين أختك ولا أمك ولا زوجتك لو ماشية في الشارع حصل معاها كده كنت تتكلموا كده؟ للي ما يعرفش الموضوع، الفنانة إلهام شاهين كانت حاضرة المهرجان، وكان الهوا شديد والفستان الزراير بتاعته مفتوحة، فالهوا طير فستانها تقريبا خالص 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 يعني. فالهوا خلى المنظر مش اللي هو، الناس انتقدت، وبعدين هي ردت عليهم كده يا جماعة في ايه؟ طرف الفستان بيطير غصب عني، وبعدين اختك ولا امك ولا زوجتك. طيب يا فنان، اما هو طرف الفستان بيطير ناخد للموديل ده، ما كنا خدنا موديل اهدى شويه او مقفول شويه، عارفين ان احنا رايحين مهرجان الجونه في مكان مفتوح والجو يعني هوا اليومين دول، ما تعملوش الحاجه اللي تستفز الناس وبعد كده تقولوا ما حدش ينتقدنا. اللي بعد الخبر التاني اللي معانا يخص زوجة اللاعب محمد صلاح. الناس كانت انتقدت ان هي ظهرت في الماتش وهي ماسكة في ايدها شنطة معدية 100,000 دولار. طبعا الناس الحشرية هم اللي دوروا على تمنها وكده. هي بترد وتقول أول رد من زوجة اللاعب محمد صلاح بسبب الإطلالة في شنطتها: ايه يعني شنطة ب100,000 دولار؟ هم دول لهم قيمة دلوقتي، وبعد يعني وبعدين يعني أنا حرم أشهر لاعب في العالم. بصوا هو من حقها بصراحة، انتوا ما تحسسونيش ان مرات محمد صلاح دي واحدة عاملة جمعية مثلا من مصروف البيت وخلصتها كلها على شنط. دي واحدة مرات أغنى لاعب في العالم، من حقها يعني. هو حلو لجورجينا وحش على بنت بلدنا؟ حقها تلبس اللي هي عايزاه. الخبر التاني يخص سوزي الأردنية. حبس سوزي الأردنية سنة مع الشغل وتغريمها 100,000 جنيه مع مصادرة المظبوطات. يعني البنت دي والله العظيم صعبان عليا، صعبان عليا فعلا. والخبر الأخير اللي معانا، طبعا كلنا عارفينها دي، اتشهرنا والناس عرفتنا وبقينا ترند، خلاص كده تمام. يلا 1 2 3 قلعنا الحجاب. يلا اشوف حضراتكم الفيديو الجاي، دمتم سالمين.